حقيقي انا مش عارف ازاي محدش بيتكلم على الفيلم ده سترينج دارلينج، لانه بجد جامد جدا على مستويات وعناصر سينمائية كتير. اولا السيناريو وطريقة البناء الدرامي اللي كان ممتاز جدا، انه يشوقك ويبدأ الفيلم بمشهد افتتاحي انت مش فاهم حاجة منه ولا ايه اللي بيحصل، وبعدها بتتفاجئ بطريقة السرد الفشيخة، وهي ان الستوري تيلينج يكون مكون من 6 فصول، لكن الاحداث مش بالترتيب. لا، الفيلم بيبدأ احداثه من الفصل الخامس، بعد كده التالت، وبعديه الاول، وبعديه الرابع، واخيرا التاني والسادس، وفصل ذا الكتريك ليدي اللي بيقفل بيه القصة. وحقيقي اخر نص ساعة كانت رائعة ومليانة صدمات ومشاهد جريئة ودموية. كمان السيناريو كان حريص ان كل فصل يفاجئك بتويستاية. طبعا ما اقدرش انكر اني تهت كتير ومحتاج اتفرج عليه تاني علشان اربط اللي ما كنتش فاهمه، لكن على مستوى المونتاج الفيلم كان موفق جدا، ومن اجمل الحاجات الكادرات والكالورينج والديزاين الفريمات، وده يرجع للإخراج والتصوير. كمان أداء تمثيلي ممتاز من ثنائي البطولة. فيلم سترينج دارلينج هو واحد من مفاجآت السنة اللي برشحه لكم جدا، رغم انه محتاج تركيز قوي، بلس انه مش مناسب نهائي للمشاهدة العائلية، وعلشان كده تقييمي هيكون 8.5 من 10.